مساء الفل. المفروض فترة التوقف الدولي دي بتبقى فرصة حلوة جدا للأندية إنها تشم نفسها. يعني الأندية اللي عندها مشاكل إدارية، الأندية اللي عندها مشاكل مع المدرب، اللعيبة المصابة كمان تبدأ خلاص تخف واحدة واحدة وتخش جوه أجواء التمرين والكلام ده كله. لكن عندنا في مصر الوضع مختلف. يعني بعد توقف الدولي اللي احنا شفناه الأسبوع ده، الأهلي والزمالك داخلين على كوارث. أعوذ بالله. إيه الفن ده؟ لو انت عجبك الفيديو خش اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعالى نبدأ بالأهلي. الأهلي كان عنده مشاكل كبيرة جدا قبل فترة التوقف، ولكن بدأ يحلها واحدة واحدة. يعني الأهلي بدأ طبعا ببداية ولا أسوأ في الدوري، بتتكلم في 5 نقاط في 4 مباريات بس. وال5 نقاط دول يعني بداية ولا أسوأ بالنسبة للأهلي، ما فازش غير في مباراة واحدة تقريبا، كانت مباراة فاركو. والأهلي من الآخر تخلص من روبيرو بشكل رسمي الحمد لله. وهنا بدأت الخناقة. مين بقى اللي هيجي؟ الأهلي هيجيب مدرب مصري، مدرب أجنبي؟ واللي كان نفسه حاجه يقولها بيقولها. يعني حسام البدري جاي، لا اصل علي ماهر جاي، لا اصل علي ماهر كان في النادي، لا اصل علي ماهر كان في النادي بيخلص ورق من الشهر العقاري بتاع النادي، لا اصل عماد النحاس هيمسك، لا عماد النحاس مش هيمسك. كل الهلك ده انتهى في الاخر ان عماد النحاس هو المدير الفني الحالي للنادي الاهلي على الاقل ال5 ماتشات المقبله. طيب، اللي انا عارفه ايه؟ اللي انا عارفه ان الاهلي مش هيجيب مدرب غير في يناير، الا في حاله واحده فقط. لو عماد النحاس الدنيا خيشت منه والمستوى ما كانش قد كده. طيب لو عماد النحاس الدنيا مشيت معاه فهو بنسبه كبيره هيكمل لحد يناير اللي جاي. لو الدنيا ما مشيتش، عماد النحاس اوت، والاهلي هيبدا يفكر، او اوريدي اصلا هو بدا يفكر في اكتر من سي في قدامه دلوقتي. والمدير الفني للاهلي عشان نبقى عارفين بس كده ونحدد الموضوع قولا واحدا، المدير الفني للاهلي هيكون اجنبي مش مصري. لا هو عماد النحاس هيكمل، ولا حسام البدري جاي، ولا علي ماهر، ولا كل الكلام ده كله. المدير الفني للاهلي الرسمي القادم هيكون اجنبي. طبعا ده شيء مفروغ منه. عماد النحاس كده كده هيكون دوره مؤقت. وعلى فكره بالمناسبه، ده اللي عطل الموضوع مع علي ماهر. يعني علي ماهر كان عايز عقده يبقى سنتين. انا مش جاي مؤقت، ولا انا هكون موجود في جهاز المدرب اللي جاي. دي واحده من المشاكل اللي الاهلي بدا بحلها فعلا. وكمان جاب مع كابتن عماد النحاس كابتن وليد صلاح الدين علشان يكون هو المدرب العام او المدرب المساعد معاه. ولكن المشكله الثانيه في الاهلي دلوقتي، وهي مشكله على المستوى الاداري، وهي قرار كابتن محمود الخطيب بعدم الترشح لفتره الرئاسه القادمه للاهلي. احنا عارفين انتخابات الاهلي هتكون في يناير، وكان الاسم الوحيد اللي موجود ان هو هيترشح كابتن محمود الخطيب. ما كانش قدامه اي حد مترشح، ولا كان قدامه اي حد ناوي ان هو يترشح. ولكن المفاجأة الكبرى ان كابتن محمود الخطيب بسبب ظروفه الصحية، وبسبب تنبيهات الاطباء عليه ان هو ما يتعرضش لاي ضغط، قرر ان هو مش هيكون موجود في مجلس الاداره اللي جاي او رئيس النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وقال ان هو هيفسح المجال لاي حد تاني عايز يتقدم. طبعا ده كرسي في الكلوب بالنسبه للاهلي. يعني ده خبر الاهلي ما كانش عامل حسابه لا على المستوى الاداري، ولا حتى على مستوى المشجعين ومستوى مستقبل النادي. يعني ايه؟ يعني الاهلي ما كانش عامل حسابه مرحله ما بعد كابتن محمود الخطيب. يعني هل انت مجهز حد؟ هل في حد ممكن يكون هو اللي جاي؟ يعني مثلا ايام كابتن حسن حمدي ما كان موجود كنا عارفين ان اللي جاي بنسبه كبيره، او اللي الاهلي بيجهزه يكون هو الخليفه القادم لكابتن حسن حمدي، او ان هو يكون موجود في يوم من الايام على رئاسه مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب. لكن دلوقتي في مجلس كابتن محمود الخطيب للاسف مفيش حد جاهز، او مفيش حد انت متخيله ان هو يكون رئيس النادي الاهلي الفتره اللي جايه. فدي مشكله كبيره جدا. على الاقل لازم يكون في كادر او في حد متحضر ان هو اللي يشيل المهمه دي، وكابتن محمود الخطيب يدعمه. وزي ما شفنا في بيان طلع دلوقتي من مجلس الاداره بالاجماع اكدوا على رفضهم تماما لان كابتن محمود الخطيب يتنحى عن رئاسه النادي الاهلي، وان هو ما رشحش نفسه، وان مجلس الاداره متمسك بوقود كابتن محمود الخطيب. هنشوف الفتره اللي جايه هل كابتن محمود الخطيب هيكمل مش هيكمل. الراجل ما عندوش مشكله غير مشكله صحيه. يعني الراجل مشكلته الوحيده في ان هو يكمل في النادي الاهلي هو المشكله الصحيه، وتنبيه الاطباء عليه ان هو ما يكونش موجود تحت اي ضغط. ولكن في نفس الوقت الاهلي في اشد الحاجه لكابتن محمود الخطيب، خصوصا ان مفيش بديل. يعني خصوصا ان انت ما عندكش تخيل مين ممكن يكون رئيس النادي الفتره اللي جايه، او مين ممكن يرشح نفسه ان هو يكون رئيس نادي الفتره اللي جايه. فطبعا دي مشكله تانية من المشاكل اللي ظهرت على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. كل ده كوم، واشرف داري كوم تاني خالص. يعني الاهلي عنده مشكله بشكل كبير مع اشرف داري. اشرف داري الاهلي كان جايبه ب 2 مليون يورو من النادي الفرنسي قبل ما يجي، على اساس ان الراجل ده اللي هيعوض غياب محمد عبد المنعم، وان الراجل ده مدافع دولي مع منتخب المغرب وشارك في كاس عالم، فالمفروض ده الحاجه السوبر اكسترا اللي ما حصلتش اللي هتضيف لدفاع الاهلي. الاهلي لقى نفسه في الاخر لبس في خازوق. مدافع اصاباته لا تنتهي،
مدافع زجاجي زي ما بنقول يعني، ايه، اتصاب. فالاهلي بعد ما كان مقرر حتى في يناير اللي فات او في الموسم اللي فات في فتره النقاط اللي فاتت ان هو ما يمشيش اشرف داري الا على الاقل بنفس الرقم اللي هو جه بيه، لا، الاهلي دلوقتي مقرر ان هو يسوق اشرف داري باي رقم هيجي. الاهلي عايز يمشيه بشكل رسمي وبشكل نهائي، حتى برقم اقل من اللي جابه بيه ويخسر فيه ما عندوش مشكله، ولكن اشرف داري الفتره اللي جايه مش هيكون مع النادي الاهلي. الاهلي بس هيحاول يجيب مدافع تاني مكانه، وهيحاول يسوق اشرف داري بشتى الطرق، لان هو خلاص ضبع مفتاح كده. اشرف داري مش هيكون مع الاهلي على الاقل خالص في يناير، يعني على الاقل خالص لحد يناير اشرف داري موجود، ولكن في يناير شكرا، الراجل ده مش هيبقى موجود في الاهلي بعد كده. لو بالنسبه لك مشاكل الاهلي اللي حكيتها لك دي مشاكل كبيره، فتعالى اقول لك بقى الزمالك والمصايب اللي عنده. المشاكل دي بالنسبه للزمالك وجمهوره هي مشاكل عالم اول. ابعد عنا، بص رجلك، ابعد عنا، عدت ثاني. اول حاجه طبعا رغم البدايه برضو اللي هنقول متوسطه بالنسبه للزمالك، مش هنقول ان هي سيئه، يعني 5 مباريات ب5 نقاط، وما استغلش طبعا التعثر اللي تعثره الاهلي وبيراميدز مع بعض، وان هو ما بقاش على صداره الدوري، والمفروض كان ياخد 15 نقطه من ال5 مباريات اللي لعبهم دول. ولكن الزمالك عنده مشكله اكبر بكتير جدا، وهي المشاكل الماليه. يعني النهارده هحكي لك كوارث بتحصل جوه نادي الزمالك من اول الموسم لحد النهارده. من اول الموسم والزمالك كان فاصل تماما ميزانيه فريق الكوره عن ميزانيه النادي. يعني ايه؟ يعني في حساب رسمي باسم فريق الكوره في نادي الزمالك، ده اللي بيصرف عليه فريق الكوره، وكل التبرعات وكل الميزانيه بتاعت فريق الكوره بتكون في الحساب ده، بعيدا تماما عن ميزانيه النادي نفسه، عن باقي الالعاب بقى وباقي الميزانيه بتاعت النادي. عايز اقول لك على حاجه، الخازوق الاكبر بقى ان الحساب ده ما دخلوش جنيه واحد من اول الموسم لحد دلوقتي. طيب تسمع تاني وزيرك من الشعر بيت، الزمالك عايش على التبرعات من رجال الأعمال من بداية الموسم. يعني إيه؟ يعني الفرقة ما دخلهاش جنيه، اللعيبة كلها بلا استثناء ما خدتش أي جنيه من أول الموسم لحد دلوقتي. هتقول لي اللعيبة كلها؟ اللعيبة كلها، وخد بقى الكبيرة كمان. ومجلس الإدارة لحد دلوقتي برضو مش عارف يدبر راتب المدير الفني اللي موجود أو الطاقم الفني اللي موجود. يعني الطاقم الفني من أول الموسم لحد دلوقتي ما خدش جنيه واحد او دولار واحد من مستحقاته لحد دلوقتي. ده في لعيبه الاجانب ال7 شهور اللي فاتوا دول، في بعض اللعيبه اللي في الزمالك الاجانب بيدفعوا هم اللي بيدفعوا مصاريف معيشتهم. يعني المفروض النادي مثلا بيدبر لهم مثلا مصاريف اوتيل، او مثلا شقه بتتاجر او فيلا تتاجر او اي حاجه من الحاجات دي كلها، والنادي اللي بيدفعها. لا، اللعيبه هي اللي بتدفعها لحد دلوقتي من اول الموسم لحد دلوقتي. هتقول لي يا عم امال الزمالك جايب كل الصفقات اللي جابها دي ازاي؟ هقول لك على حاجه، الزمالك لحد دلوقتي ما دفعش جنيه واحد في ولا صفقه من اللي جابهم الموسم ده، لا الانديه ولا للعيبه. امال الزمالك جايب الصفقات دي كلها ازاي؟ على حس جون ادوارد، على حس السمعه، على حس ارض اكتوبر اللي اتباعت والفرع الجديد اللي كان هيتعمل، او ارض اكتوبر بقى اللي اتسحبت من الزمالك والفرع الجديد اللي كان هيتعمل. وان هم المفروض في شهر 8 كانوا هيبداوا يعملوا العضويات ويبداوا يلموا من الناس فلوس عشان يبقوا اعضاء في نادي اكتوبر اللي بيتعمل. فطبعا كل ده بلح من ساعه الارض ما اتسحبت من نادي الزمالك، فالزمالك في ضائقه ماديه كبيره جدا. خليني اقول لك كمان ان الاستاذ ممدوح عباس متبرع للنادي بمبالغ قد تصل ل 700 مليون جنيه. ايوه زي ما سمعت الرقم كده، 700 مليون جنيه. خليني اقول لك برضو ان في 2 من رجال الاعمال هم متكفلين بمصاريف باقي الالعاب زي اليد والطايره والسله والحاجات دي كلها. انت متخيل ان الزمالك ما بيخشلوش جنيه يصرفوا على العاب سواء كره القدم او غيرها؟ فموضوع ارض اكتوبر ده بالنسبه لنادي الزمالك هي كارثه، كارثه بكل المقاييس. الوضع في الزمالك كارثي على المستوى المادي، وفي بعض اللعيبه اللي هتقدم شكاوى ضد نادي الزمالك بخصوص عدم حصولها على مستحقاتها، وفي بعض الانديه سواء دلوقتي او بعدين هتقدم شكوى في نادي الزمالك على عدم حصولها على مستحقاتها على حتى الدفعه الاولى من شراء اللعيبه. فالزمالك في وضع سيء جدا على المستوى المادي. مجلس الاداره الحالي يمكن كان عنده مشاكل ماديه كتيره جدا الفتره اللي فاتت، ولكن ده الوضع الاسوأ اللي في نادي الزمالك. مشاكل الزمالك كلها حاليا تتلخص في المشاكل الماديه، اي مشاكل تاني تعتبر مشاكل ورفاهيات بالنسبه للزمالك. الزمالك زي ما بقول لك مفيش لعيب خد جنيه من اول الموسم، الجهاز الفني ما خدش جنيه من اول الموسم، الصفقات اللي الزمالك جايبها كلها جايه على حس نادي الزمالك وعلى سمعه نادي الزمالك فقط، وعلى حس جون ادوارد. يعني الراجل مخلص صفقات ما اتدفعش فيها جنيه لا للعيبه ولا للانديه. فالزمالك في خطر
بشكل كبير الفتره اللي جايه على المستوى المادي. كل ده الزمالك كان بيبيع على حس ارض اكتوبر، على حس النادي الجديد اللي كان هيتعمل او الفرع الجديد اللي كان هيتعمل في اكتوبر. والفرع ده طبعا بقى سراب من ساعه ما الدوله سحبت الارض من نادي الزمالك. نادي الزمالك كان هيلم عضويات، فلوس عضويات في 24/8 كان هيبدا لم فلوس العضويات للنادي الجديد او الفرع الجديد. يا جماعه تعالوا وهنديكم عضويات. دلوقتي الزمالك عايش على فلوس ممدوح عباس وبعض رجال الاعمال فقط، والناس دي بتدي الفلوس دي تبرعات، يعني هو مش قرض للزمالك. طب انا هقول لك على حاجه كمان بقى، في رجل اعمال الزمالك كان ليه او كان في قرض على نادي الزمالك، واحد رجال الاعمال المحبين للنادي كان يعني قام بسداد القرض عن نادي الزمالك. الزمالك في ضائقه ماديه كبيره جدا، الفرقتين بيمروا بمشاكل كبيره سواء الاهلي او الزمالك. طبعا بالنسبه لمشاكل الاهلي او مشاكل الزمالك، مشاكل الاهلي دي طبعا مشاكل لا قيمه لها يعني، ولكن الفرقتين عندهم مشاكل كبيره جدا هتاثر على مشوارهم في الدوري بشكل كبير. هنشوف التحديات اللي بالنسبه للفرقتين، وان كان طبعا تحديات الزمالك اكبر بكتير، ان هو يبدا يحافظ على الفرقه ويبدا ما يبقاش في مشاكل ماديه مع اللعيبه، ويبدا يخلي في سورسز او في موارد تدخل فلوس للنادي. الزمالك ما بيخشلوش جنيه. الزمالك كمان بالمستوى ده وبالمستوى المادي اللي احنا شايفينه ده، الزمالك مش هيجيب صفقة واحدة في يناير، وخد مني الكلام ده وما تراجعش ورايا. الزمالك مش هيجيب صفقة في يناير. الزمالك الاتجاه العام اللي هيكون في يناير هو بيع بعض اللعيبة لحل الضائقة المادية، إلى أن تحل هذه الضائقة ساعتها ممكن يكون في كلام تاني. لكن غير كده الزمالك لن يتعاقد مع لعيب واحد سواء محلي أو دولي أو من خارج الدوري المصري يعني في يناير. في واحد من الفرقتين مشاكله هتكبر بشكل كبير جدا لو خسر المباراة اللي جاية، لأن خد بالك الأهلي والزمالك هيلعبوا مع بعض يوم 29 اللي جاي في مباراة. أي خسارة سواء للأهلي أو للزمالك هتفتح طاقة جهنم من الجمهور عليهم، يعني هتخلي الجمهور يزوم على الزمالك لو خسر ويزوم على الأهلي لو خسر. المشاكل المادية أو حتى مشاكل مجلس الإدارة ومشاكل المدرب اللي عند الأهلي مش هتتحل، وأي فريق من دول هيتعثر في الفترة اللي جاية الدنيا هتولع. وبس يا سيدي، انا كنت معاكم محمد جابر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.